هلو انا بوسي طه، دي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة جدا ومميزة. هنعمل طريقة مكرونة بجد هتطلع معاكم خطيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش هتاخد في ايديكم اكتر من 10 دقايق. وصفة لغدا سريع او لجوع اخر الليل او لعشاء سريع زي ما هتقولوا عليها، بس بجد من حلاوتها هتعملوها كل يوم. هنبدأ في سلسلة بقى فيديوهات سهلة وسريعة وبسيطة كده ومش مكلفة، ودي هتكون أول وصفة معانا. لو انتوا محتاجين وصفات من دي كتير اكتبولي في الكومنتات، ولو حابين وصفة معينة مني اكتبولي في الكومنتات وهنعملها على طول. في البداية ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. انا معايا 2 كده من الطماطم حجم متوسط، بقطعها شرايح كده الاول، ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، بيكون حجمها كده متوسط. بعد كده بقطعهم بالطول وبرجع تاني اقطعهم بالعرض كده، بقطعهم مكعبات صغيرة خالص بحيث اما تيجي تتسبك معايا ما يكونش طعمها باين قوي وتكون الطماطم كده دايبة معانا. بقطعها بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا الطماطم بتاعتي مش جامدة قوي وفي نفس الوقت مش مستوية قوي، يعني ما بين البنين كده، علشان خاطر تديني تست حلوة قوي للمكرونة. الكمية بتاعتكم زي ما انتوا حابين. انا هنا استخدمت 2 طماطم متوسطين لكيس من المكرونة، يعني لو انتوا هتعملوا كمية اكتر من كده، لو انتوا هتعملوا كيسين مكرونة استخدموا 4 طماطمات لو انتوا حابين. كمان معايا بصلاية متوسطة قطعتها بنفس الشكل برضو مكعبات صغيرة كده بحيث ان هي ما تبانش معايا، لان في ناس ما بتحبش طعم البصل يكون في المكرونة. انا متأكدة ان انتوا لما هتعملوها بالطريقة دي وتقطعوها مكعبات صغيرة مش هتبان معاكم. كمان قطعت نص واحد من الفلفل الحامي علشان خاطر ما تكونش سبايسي قوي، وكمان معايا ربع واحدة كده من الفلفل الالوان الاصفر، بقطعها في البداية برضو بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده برجع اقطعها تاني مكعبات صغيرة خالص بالشكل ده. وميزة المكرونة دي ان انتوا بتقطعوا كل حاجة فيها كده صغيرة، صدقوني بتديكم نكهة وطعم احلى بكتير. كده خلاص خلصت كل كمية الخضار اللي معايا في حلة سخنة بقى على النار. بضيف معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي. السمنة البلدي هنا بتديني تست حلوة قوي بجد للمكرونة دي. انا ما بحطش فيها زيت ولا اي حاجة، يدوب بس بضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي. وكمان نزلت عليهم ب5 فصوص كبار كده من الثوم المهروس، واحدة صغيرة خالص من الحبهان، وكمان ورقة من اللورة. بقلب كل الحاجات دي بقى كده مع بعض بحيث ان انا اشم كل ريحة كده مع بعض. التوم مع السمنة البلدي بيديني ريحة حلوة جدا، ودي تركاية حلوة قوي انا بعملها. وبعد كده بنزل بالبصل الاول يتشوح كده بس كده لمدة دقيقة يدبل كده مع بعضه، وبعد كده بنزل على طول بالطماطم والفلفل الالوان مع بعض. بقلبهم بقى كده على النار لمدة لا تقل عن 5 دقايق بحيث ان هما يتسبكوا معايا كده شوية صغيرين قبل ما انزل المكرونة. هضيف عليها بقى مكعب من مرقة الخضار، ممكن تستخدموا مرقة لحمة او مرقة الخضار زي ما انتوا حابين. وكمان انتظروا ان احنا هنعمل مكعبات المرقة الخضار ومرقة الدجاج مع بعض. لو حابين ان انتوا الطريقة تنزل لكم اكتبولي في الكومنتات وهنزلها على طول. ضيف بقى هنا ربع معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة صغيرة من الزعتر، ربع معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، وكمان ذرة خفيفة خالص من لون الطعام الأحمر. ده بيتباع عادي جدا عند العطار، هيديني لون حلو قوي للمكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودي كده بتكون كل التوابل بتاعتي. ما تضيفوش توابل كتير بالاخص في المكرونة دي عشان تحسوا بطعم المكونات كده اللي احنا حطيناها في الوصفة وما يبقاش طعمها مختلف. بضيف هنا بقى المكرونة اي نوع مكرونة انتوا بتفضلوه. انا حبيت ان انا اعملها بالمكرونة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. بقلبها بقى تقليبة كده مع بعضها كويس جدا. عايزة ان انا اشوحهم كده على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين، والتركاية دي بتفرق معاكم جدا في الطعم. المكرونة كده بتمتزج مع بعضها كويس جدا وبتاخد كده من المكونات اللي احنا حطيناها وبيكون طعمها خطير. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل وصفاتي. ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين. واضيف المية بقى كده زي ما انتوا شايفين، مية عادي جدا ولا سخنة ولا اي حاجة. بضيفها كده زي ما هي، بغطي يدوب بس كده المكرونة بنص عقلة كده من الصباع، وبهدي عليها النار خالص من البداية. النار ما بتكونش ولا عالية ولا متوسطة، النار بتكون هادية من البداية
لو انتوا حسيتوا بقى ان الملح بتاعها دلع شوية ظبطوا الملح بقى زي ما انتوا حابين. بغطي عليها وبسيبها على النار لمدة لا تقل عن 7 دقايق وبتكون جاهزة معايا. بتطلع معاكم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين المكرونة بجد كده مبكبكة وشكلها خطير. عايزة اقول لكم بجد انها ما بتاخدش معاكم وقت خالص، وبجد بتتعمل في اقل من 5 دقايق كده وانتوا واقفين. يعني لو اي حد بجد مش عارف يقف في المطبخ ويعمل اكل، انا متأكدة ان الاكلة دي هتفتح نفسكم بجد جدا، وهتقفوا ان انتوا تعملوها كل شوية من حلاوتها. انا قدمتها هنا مع بتنجان مخلل، وكانت الاكلة بجد طالعة خطيرة واكنها متكلفة كده، وهي اتعملت في اقل من 10 دقايق. يعني ما كلفتناش ولا خدت في ايدينا وقت. لو انتوا حابين ان انا انزل لكم طريقة البتنجان المخلل اكتبولي في الكومنتات وهنزلها على طول. ده كان شكل المكرونة بتاعتي النهاردة، ودي كانت اول وصفة من سلسلة الحلقات السهلة اللي احنا هننزلها. وزي ما قلت لكم لو انتوا حابين مني اي وصفة اكتبولي في الكومنتات. ده كان لون المكرونة بتاعتنا والشكل الخطير النهاردة. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.